بغطى الحله اي طبق اي حاجه عندك، بحيث ان الخشب ده بيطلع حاجات بتبقى شعاع اسود كده، فلازم تغطي الحاجه. صباح الفل، صباح الهنا، صباح الجمال عليكم. اللهم صل على النبي الغالي. هنعمل ايه النهارده؟ جبنا عداد طماطم كده زي ما انتم شايفين، اللهم صل على النبي، غالي كده زي التفاحه اهي. طماطم دلوقتي رخيصه، افضل وقت لتخزين الطماطم دلوقتي، من ناحيه مسكره ومن الناحيه الثانيه رخيصه وجميله وزي الفل. دلوقتي احنا اول ما ندخل على شهر 3 وشهر 4 الطماطم بترفع معانا، جالنا رمضان على خير، كل سنه وانتم طيبين كده وتنعاد عليكم الايام جميعا بالف خير. فالطماطم هتبدا ترفع. يلا كده كل واحده تجيب شويه طماطم ونبدا نعملهم صلصه. انا جايبه ديت ب 135 جنيه، البرنيكه اللي انتم شايفينها معايا ديت ب 135 جنيه زي الفل اهي، وفي ارخص من كده، بس خليكي في الحاجه النظيفه بحيث انها تبقى ايه حمراء معاكي في الصلصه. هنسمي بسم الله ونصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، ونبدا نشوف هنعمل الصلصه بتاعتنا ازاي. احنا معانا الطماطم اهي ومعانا ميه، هنبدا بقى نعمل ايه الصلصه بتاعتنا. ثبتيه. اول حاجه هنعملها هنبدا نغسل الطماطم بتاعتنا، تشيلي منها الورديه دي. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. وانا كده زي ما انتم شايفين معايا اهو، شيلي منها الوردات اللي انت شايفاها دي كلها اهي، واغسلي الطماطم بتاعتك مره واثنين وثلاثه، لازم تنضفيها كده وتخليها زي الفل. الطماطم كلها حبايه من حبايه كده زي ما انتم شايفين. ما تجربي هنا يبقى كده، جربي هنا. انا جربت لكم الكاميرا عشان تشوفوا الطماطم وجمالها. هنبدا بقى ناخدها كلها بالشكل اللي انتم شايفينه معايا دي، نشيل منها الوردايه ونحطها في الميه، هنغسلها في الميه ديت وهنطلعها من الميه ديت في ميه ثانيه اهو. يلا هبه بقى كده تعالي معايا بسرعه. ما شاء الله اهوت. وبرده خلي منها شويه كده للتقديم لاستخدام البيت، الحبايه اللي هنلاقيها جامده قوي هنحطها هنا لايه لاستخدام البيت. ربنا كده يجعل نهاركم نادي كده باذن الله. يلا بقى كده يا حبايبي، ما تنسوناش في اللايك وتعليق جميل منكم، بتشجعونا كده والقناه ترفع باذن الله. اللايك والتعليق هم اللي بيرفعوا من روحنا المعنويه. فيلا حبايبي كده ايه جدعانوا معانا شويه، خلي ربنا يصلح الحال كده للجميع، وربنا كده يجعل ايامكم كلها هنا وسعاده. ايه يا هبه؟ لا الوحشه هاتها اهو، هاتها مع ده وريني كده. اكيد هنلاقوا فيها برضه، يعني مش هتطلع كلها زي الفل. وبعدين ان جت على حبايه ولا اتنين سهله تبقى فله برضه. انت بتحط ايه؟ سليم. ماشي، مش السليم احنا هنخلي، مش هنخليه ياما. ماشي يعني خلي برضه ايه كده وكده. وهي كده كده رخيصه اهي. اشتروا بقى يلا كده، وكل واحد يعمل شويه صلصه كده يخزنهم. افضل وقت دلوقتي هيخش عليكم بقى كده باذن الله شهر رمضان وشم النسيم. لو اللي ياخد باله معايا في شم النسيم ده الطماطم بترفع بدرجه رهيبه. فيلا كده كل واحده تشتري لها عدايه وابداوا خزنوا. ما شاء الله، الله اكبر عليها. حتى قلبتها من تحت هي صغيره بس حمراء وجميله زي ما انتم شايفينها معايا. اللهم صل على النبي عليها زي الفول. وصي حد كده يكون كويس يجيب لك اللي تحت العدايه الطماطم دي. هنوريكم برضو اللي هيطلع منها في الاخر قد ايه. انا شارياها ب 135 جنيه، كان في ب 120 بس ما كانتش نفس الحمار اللي انتم شايفينه معايا دي. شكلها حلو، شكلها جميله والله. عسل سبحان الله. ما شاء الله والله يا حبايبي زي العسلات. مع النبي زي ما انتم شايفين معانا بقى خلصنا الطماطم كلها. هم الشويه اللي فرزتهم معانا كام حبايه وحبه القش دول، وخدت منها شويه هي كده لينك، وهنبدا نغسلها من الميه ديت. وولعت النار هي قبل ما نحط ايدي في الميه، نغسل الطماطم بتاعتنا كده كويس. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر كده حاجه زي الفل اهي. اهي اغسليها كده نوبه اتنين، ننضفوها كويس. بسم الله الله اكبر كده هي زي الفل من الميه ديت. الميه دي طماطميه معايا تفاحه احمر اهي، تفاح كده وجميله. الله اكبر كده، اللهم صل على النبي. ربنا يبارك يا رب للي معبيينها، ناس عندهم ضميرهم. في ساعات بتجيبيه تلاقي نص العدايه من تحت بايظ، لكن ديت ما شاء الله الله اكبر عليها اهي زي العسل. ولعنا النار، حطيت في الحله كوبايتين ميه. هنبدا بقى كده ناخد من الميه النظيفه ديت هنحط بقى في الميه على طول دي اهي. حطيت كوبايتين اتنين ميه في الحله، كوبايتين اتنين.
هنبدا بقى نشيل الطماطم اللي احنا غسلناها وخلينا ميتها زي الفل دي على الحله. طيب انت بتعملي هنا ليه على الكانون؟ بنعمل على الكانون بنوفر، طبعا حاطين الغاز والطماطم دي بتاخد نار كتير، يعني عشان تسلقوها كده بتاخد نار كتير وترجعي تطيبها تاخد نار تاني، فقلت نسلقها على الكانون حتى بعد ما نصفيها لو عايزه نكملها على الشعله نكملها. فلازم كده تحافظي برضه وتدبري وتوفري في كل حاجه. ما شاء الله كده اللهم صل على النبي اهو، حاجه كده زي العسل. دي حبايه حاجه هي خلينا نقطعها بالسكينه ونشيلها، خلي حاجتك كلها نظيفه، تخلي الحاجه كده زي الفل. الله اكبر ما شاء الله. ما بنقطعهاش، لا انا ما بنقطعهاش، انا بعملها على طول سليمه زي ما هي كده. الحبايه بتسرد الميه اللي فيها وتبقى معايا اللحم بتاع الطماطم اهي. هنخلصها بقى كلها بالطريقه اللي انتم شايفينها ديت ونولع عليها النار اهي زي ما انتم شايفين نسلقها. الله اكبر كده خلصت الكميه اللي معايا كلها زي ما انتم شايفين كده. هنبدا نغطي الحله بقى بحاجه، بغطى الحله اي طبق اي حاجه عندك، بحيث ان الخشب ده بيطلع حاجات بتبقى شعاع اسود كده، فلازم تغطي الحاجه بتاعتك عشان تطلعها نظيفه وزي الفل معاك. هنبدا بقى كده نغطي على الحله ونولع النار بقى ونسهل النار كده ونعليها بحيث ان الحله تغلي معايا بسرعه والطماطم تستوي. هنولع انا بقى عليها كده ونسيبها لحد ما تستوي. اللهم صل على النبي كده زي ما انتم شايفين، كل ما تعلي النار الحله تغلي معاك وتبقى الطماطم تستوي بسرعه، تبقى خلاص كده. يبقى نتقابل بقى كده على طيابها لما تخلص والتسويه. يلا حبايبي كده فرحوا هناء بلايك وتعليق جميل منكم. اللهم صل على النبي كده زي ما انتم شايفين معايا اهو، حاجه سهله وبسيطه. املوا بيتكم خير كده. معلش هي الدنيا زنقه شويه، بس الحاجه اللي انت هتعملها ديت هتقعد معاكي فتره طويله تسحبي منها. يعني انا عندي لسه صلصه من اللي انا كنت عاملاها المره اللي فاتت، طول ما الطماطم رخيصه بنشتري ونسيب اللي في الفريزر في الفريزر. الشهرين اللي جايين علينا بخير دول هتبقى الطماطم اسعارها بترفع، والناس اللي عارفه كلكم اكيد عارفين في شهر 3 و4 دول الطماطم بترفع فيهم خالص. فيلا كده بقى اهو زي ما انتم شايفين معايا هنسوي الطماطم ونرجع نكمل باذن الله مع بعض. وصلي على النبي بقى زي ما انتم شايفين معانا الحله بدات تغلى اهي. بسم الله ما شاء الله شايفين اهي، يا رب تكونوا سامعين الصوت دي، بدات تغلي معايا خالص اهي. هنسيبها بقى لما تستوي خالص ونطفي عليها، بس هي لازم تغلي. وشايفين الحله عرقت كده وبقت تبخر وزي ما انتم شايفينها معايا كده اهي. هنسيبها بقى تستوي ونطفي عليها ونصفيها ونرجع نكمل بقى باذن الله. بس حبيت نوريكم المنظر الجميل ده، يا رب تكونوا سامعين الغلوان بتاع الحله كده. اللهم صل على النبي كده. الطماطم استوت معاني، اول النار ما هدت حطيت براد الشاي كده زي ما انتم شايفين، البراد ده بتاع الغيط زي ما انتم شايفين معايا. اللهم صل على النبي كده. اي الميه غليت اهي، ربنا يا رب يكفينا ويكفيكم شر النار، يا رب يا رب تكفينا وتكفيكم شر النار وحرق النار. لما بتغلي خالص معايا اهي هنبدا بقى نلجمها. ده العزال اللي احنا سايبينه ورا كده، اللي عايز بيعمل شاي عليه بيعمل عليه كده. اللهم صل على النبي بقى اجمل كوبايه شاي اللي تشربها على النار دي ما شاء الله كده. الله اكبر. شايفين الميه بتغلي ازاي؟ هنبدا نحط الشاي. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين احلى كوبايه شاي تشربها على الراكيه دي. بسم الله ما شاء الله. في ثواني كده اهو، بس كفايه كده. والطماطم بقى كده خلاص استوت، سبتها بقى على ما تاخد شويه السخونيه دول كمان. يا استوت وقلبتها، جبت اللي فوق تحت واللي تحت فوق لحد ما استوت معايا. نشرب كوبايه شاي جميله بقى كده على الايه، على الراكيه. كيونه بتصبح عليكم اهي بقى، ومني صباحها يوم يا منى اقول لهم ازيكم. البت كيونه رخره بتصبح عليكم اهو. جينا قعدنا بقى كده في الدفي وهنشرب كوبايه شاي كده جميله بقى. اللهم صل على النبي. هتشربي شاي يا كوكي؟ كيون هتشربي شاي معانا يا كوكي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كوبايه شاي بقى كده 100 100 على الراقيه دي، حاجه كده جميله وزي الفل ما شاء الله كده. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. كوبايه شاي عسل كده، اجمل كوبايه شاي اللي تلاقيها على تاخدها على الراقيه دي. هنشرب الشاي على ما الطماطم بتاعتنا تبرد، نصفيها ونكملها ان شاء الله مع بعض. يلا كده اتفضلوا معانا كلكم اشربوا كوبايه شاي كده زي الفل معايا اهي. شايفينها اهي. هنجرب لكم كده. انا كنت عايزه نجيب لكم البت كان والبت منا كده العسل كده. يلا حبايبي كده هنشرب الشاي ونكمل ان شاء الله. اللهم صل على النبي. شايفين الطماطم استوت معايا وبقت باللون الجميل اللي شايفينه، يعني النار طفت خالص وهي لسه بتغلي. اللهم صل على النبي كده على لونها. شايفين الحمار بتاعها وجمالها. هنبدا بقى نرفعها بمصفى كبيره من الميه اللي هي فيها، هنحطها على مصفى كبيره الصفه ونضربها في الخلاط.
بس لازم تسيبها تبرد خالص عشان ما تبوظيش الخلاط. هنسيبها بقى كده تبرد ونضربها ونصفيها مع بعض باذن الله. حبيت بس نوريكم لونها كده ونوريكم جمالها اهي. اللهم صل على النبي كده عليها زي اللهم صل على النبي. بقى انا شلتها من الحله اللي فيها الميه اللي هي كنت بنسلقها فيها بالشياله دي كده، وبقيت نصفي ونحط في الاطباق كده زي ما انتم شايفين بحيث انها تبرد معايا. على نسيبها كمان شويه تبرد وبعدين نضربها في الخلاط. اوعي تضربها في الخلاط وهي سخنه. فايده السلقه اللي احنا سلقناها صفت الميه، هي لسه فيها ميه كتير معايا اهي، يعني انا صفيت على اخري بس لسه عشان سخنه. هنحطها بقى على مصفى كبيره تتصفى، بس شلت بالشيله ديت من الحله عشان نعرف ايه نشيلها من الميه السخنه. اللهم صل على النبي كده زي ما انتم شايفين. شايفين الميه بقى اللي الطماطم سردتها دي كلها ميه كانت هتعطل معاك السوا وانت بتسويها. لو ضربتها في الخلاط وصفتيها وهي حب سليمه زي ما هي، ده كله كان هيعوق السوا معاك. فكده اسهل طريقه لعمل الصلصه، صفي الميه حطها تغلي، هتصفي الميه دي كلها. انا كنت حاطه كوبايتين ميه، الحله داخل على نصها ميه معاكم زي ما انتم شايفين. دي كلها ميه الطماطم سردتها. الميه دي بتبقى صفرة في الطماطم، ميه بتعطل سواها وفي نفس الوقت ما بتخليهاش حمرا معاك. صلى على النبي بقى زي ما انتم شايفين معانا. بدأنا هي الطماطم حطيتها بعد ما صفناها، حطيناها على النار كده زي ما انتم شايفين معايا. قسمتها حلتين اتنين. طب انت انا قسمها حلتين ليه؟ هنعملها لكم بطريقتين 100 طريقة المصانع وطريقة هناء. طريقة هناء ديت اللي بنعملها معاكم على طول، والطريقة الثانية بتاعت المصانع هنعملها لكم برضه النهارده. اللهم صل على النبي كده. اول الصلصة ما غلت كده هنعمل ايه؟ هنضيف مكون للحلتين الاتنين. هنضيف ملح. الحلة الصغيرة دي هنحط عليها حوالي معلقة كبيرة، والحله اللي فيها كتير هنحط عليها معلقتين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يسترها كده على الجميع. خلوا بالكم عشان الطماطم في الخطوه ديت بتبقى زي ما انتم شايفين كده. طيب ايه يعني الطريقتين بتوعك؟ الطريقه بتاعتي الاولانيه الاساسيه هنضيف على الطماطم بنجر. البنجر بحمر الطماطم، بزود القيمه الغذائيه العاليه بتاعتها، وفي نفس الوقت بيديها لون تاني. انا ضربت البنجر اهوت في الخلاط، بس لازم تصفيه قبل ما تحطيه على الطماطم. هنبدأ كده نجيب مصفى ونصفي البنجر بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم كده زي ما انتم شايفين، عشان لو في تفل او في اي حاجه ما يأثرش على الصلصه. بسم الله ما شاء الله كده اهو. صفي كده. انا ضربها بميه مش ضربها باي حاجه ثانيه. ممكن تضربيه مع الطماطم، بس انا عشان نعمل نوعين اتنين كنت لازم نحطه على ايه وانا بنعمل كده عشان ما نضيفش على الطماطم كلها. اللهم صل على النبي كده. بدات نقلبه. البنجر عزز معايا اللون وخلاه جميل كده زي ما انتم شايفين. هنغطي على الحله بتاعتنا ديت الكبيره ونسيبها. غطي عليها بقى وسيبها تغلي غلوتين عشان لسه هنزود كمان اضافه. طب يعني صلصه المصانع اللي انت بتقولي عليها دي هتعملها ازاي؟ انا معايا الحله اهي. هنحط كده طاسه. انا هنغطي الحله دي عشان اللهم صل على النبي كده بتبقلي معايا فبتجيب على ايديا، فهنغطيها. حطيت الطاسه فاضيه زي ما انتم شايفين كده وفاضيه ما فيهاش اي حاجه. هنضيف فيها ايه؟ هنضيف فيها معلقتين سكر. ده سر اللون اللي بتشوفوه في صلصه المصانع. معلقتين سكر كده وما تقلبيش، سيبوهم ياخدوا اللون مع نفسهم كده. اول ما ياخدوا لون هنبدا نحطهم على الايه؟ على الصلصه اللي احنا عاملينها. خلاص السكر بدا يتكلمل معايا، وما تغمجيش جوه عشان الصلصه ما تمررش معاك. بس هو كده كفايه جوه عليه. هنقلبه تقلبتين وننزل بيه فين؟ على صلصه الطماطم اللي قلنا زي بتاعه المصانع اهو. اللون ده كفايه جوه علينا اللون ده. لو زودت العيار عن كده الصلصه هتمرر معاك. هنطفي النار خالص على الصلصه ونقلب عليها الكراميل. بسم الله الرحمن الرحيم كده. ربنا يستر على الجميع. زي ما انتم شايفين كده. واهم حاجه بالراحه بالراحه عشان ايديكي، عشان لسعه الكراميل ديت لسعته جامده اهو. ونقلب بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. هتبداي كده تلاقي اللون اتغير معاكي وخد لون زي لون المصانع بالظبط. طيب خلاص كده يا هنا. لا لسه هنضيف كمان اضافه. اللهم صل على النبي اهو. هنديه غلوه. لازم تغلي كمان غلوه معاكي بالكراميل اللي انت حطيتيه دي عشان كله ياخد لون منها وتبقى كلها لون بعضها. بسم الله ما شاء الله كده زي ما انتم شايفين. هتغلي غلوه واحده. طب لسه هنضيف اضافه كمان. هنضيف ايه؟ هنضيف نص كوبايه من الزيت. النص كوبايه من الزيت ديت لازمتها ايه؟ بتخلي الصلصه جميله معاكي، وفي نفس الوقت لو عبتها في اكياس ودخلتيها الفريزر اما بتيجي تطلعها من الفريزر بتكون سايبه منين؟ من الاكياس. هنحط كده نص كوبايه على الكميه اللي معانا الشويه ديت، وهنحط كوبايه على الحله الثانيه. نص كوبايه على الكميه الصغيره وكوبايه بحالها على الحله الكبيره. هنغليهم غلوتين. هنديهم كمان كده غلوتين ونرجع باذن الله نعبيها بقى مع بعض. اللهم صل على النبي بقى زي ما انتم شايفين معايا. عملت الايه؟ النوعين الاثنين الصلصه.
ديت اللي بالبنجر، اللهم صل على النبي على كده، وديت اللي عملناها زي بتاعت المحلات اللي حطينا لها الايه السكر المكرر. انا سبتها لما بردت خالص زي ما انتم شايفين معايا. هنبدا بقى نعبيها. عايزه تعبي ببطرمانات تعبي ببطرمانات، عايزه تعبي في اكياس عبي، والافضل الاكياس. الاكياس بتحطها في الفريزر. البطرمان ده عشان تعبيه ولازم تعمليه تحطيه على النار كده يشمع معاك، بحيث ان هو ما يبقاش ليه ريحه ويبقى تعقم معاك تعقميه وما يبقاش فيه ميه ولا فيه حاجه. انا هنعبي بطرمان واحد والباقي هنحطه في اكياس. اخر ده معاك في التلاجة، تحطيه في التلاجة اخره معاك 15 يوم. وعشان تحتفظ بيه في التلاجة لازم تحط على وشه ايه شويه زيت. اللهم صل على النبي. بقى هنبدا نعبي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على النبي. بقى هنعبي في الاكياس. الاكياس هتعبيه على قد استخدامك، على قد الطبخه اللي انت هتطبخيها، حسب عدد افراد اسرتك. هتحط كبشتين 3 على قد ما انت عايز. هنعمل اول حاجه نخرج منه الهواء، لازم تلميه كده وتخرجي منه الهواء اهو، وبعد كده تربطيه. اللهم صل على النبي. قيسنا الكميه اللي معانا زي ما انتم شايفين كده. البطرمانات حبيت بطرمان من اللي هي بالبنجر، والبطرمان التاني اللي عاملينه الايه الكراميل. عشان تحفظي البطرمانات دي بقى في الثلاجه لازم تحط على وشها كده ايه حبه زيت صغيرين كده اهو، وكفي الغطا واحطيه وحطيه على رف الثلاجه او في باب الثلاجه يقعد معاكي بقى 15 يوم. اما الاكياس ديت لو هتحطها في الفريزر هتقعد معاكي سنه كامله، سنه كامله كده تستخدمي منها. يا رب كده يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه حاجه. واللهم صل على النبي كده، ونشوفوا الشوق كده على خير الفيديو الجاي، وربنا يحسن ما بين ايديكم كده جميعا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.